احنا في سوق الرسمي زي ما احنا متميزين جدا في السكني، فاحنا كمان لينا سابقة اعمال مش بطالة في الريتيل والكوميرشال. هو ليه كتير من المكاتب والشركات الهندسيه ما بيحبوش يخشوا في شغل الريتيل او المشاريع الكوميرشال؟ خلينا بس نتفق انه المشاريع السكني او الريزيدنشال مختلفه عن الكوميرشال او الريتيل. يعني اولا المشاريع الريتيل تبقى مشاريع فاست تراك، وعاده جداولها الزمنيه بتتحول لكراشد اواخر المشاريع، يعني ان ما ابتدتش اصلا جداول زمنيه كده. يعني كمان بتبقى فيها بنود مختلفه شويه عن السكني. السكني بيبقى مهم قوي انك تحط حته رخام جنب حته خشب جنب حجر، خصوصيه شويه في المكان، الوان دافيه، يعني شويه مختلفه. انما المشاريع الكوميرشال والريتيل بتبقى مليانه تفاصيل وعلاقات من نوع تاني، علاقات محتاجه كوردينيشن كبير قوي بين البنود الام اي بي والبنود المدنيه او الاعتياديه او بنود التشطيبات. يعني مثلا ممكن تخش المشروع بتاعك جوه مول او جوه مبنى شغال بنظام تكييف مثلا تشيلرات، انت مضطر تخش تشتبك مع النظام ده وتكمل عليه وتربط معاه. ممكن يبقى فيه فاير فايتنج، فاير الارم بقى مربوط بساوند سيستم، اول ما الالارم يضرب للسماعات تبعت مسج معينه انه الناس تتجه مثلا لابواب الطوارئ، مربوط بلوحه الكهرباء عشان التكييفات تنزل، مربوط بابواب فوتوسيل جراره فتقوم الابواب تفتح اوتوماتيك. ممكن جدا تلاقي المشاريع دي فيها اعمال صحيه مختلفه، مش مجرد حمام ومطبخ وبتربط على خط رئيسي، لا انت ممكن تلاقي حمامات بابليك، انظمه مختلفه شويه، الوان بايب سيستم انت بتخش برضه تربط عليها. اغلب المشاريع دي دلوقتي بقت في مولات او في مباني تجاريه مجمعه، فبتلاقي مواعيدها بقت من 12 بالليل ل 6 الصبح، مش كل المكاتب بتقدر تخش فيه. سيفتي، مراحل استلام متعدده، كل دي امور بتخلي ساعات المكاتب يعني تهرب شويه من شغل الريتيل. احنا في سوق الرسمي زي ما احنا متميزين جدا في السكني، فاحنا كمان لينا سابقه اعمال مش بطاله في الريتيل والكوميرشال. اشتغلنا مطاعم، اشتغلنا محلات لبراندات في مولات، ملابس وشنط وغيره، اشتغلنا كافيهات، صيدليات، والنهارده في اخر اسبوع في سوبر ماركت، فرع من فروع سلسله سوبر ماركت. احنا هنا في زايد على مصر اسكندريه الصحراوي، سوبر ماركت بيزكس في كومباوند كايرو جيت، موقع كبير تبع اعمار، مساحه مفتوحه، مخارج كهرباء كلها طالعه كلها من الارضيات، لوحتين كهرباء متصنعين مخصوص علشان جهد الكهرباء في الريتيل والمشاريع الكبيره والتجاري بيبقى مختلف شويه، مخارج بلجات 3 فاز، راك بيجمع فيه كل شغل الدي في ار والتيار الخفيف، لوحه فاير الارم، ابواب طوارئ. احنا تقريبا فاضل لنا حوالي اسبوع وخلاص الثلاجات توصل، ونصور لكم بقى ان شاء الله، والاستندات موجوده والكاشيرات قاعده ان شاء الله على خير.